جاء في وقت تتضارب فيه الأنباء حول مصير الزعيم المفترض لتنظيم داعش المدعو أبو بكر البغدادي. نادية اليوبي. ما زال الغموض يكتنف مصير أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، فلا أحد يملك الخبر اليقين إن كان قد قتل في الغارة التي استهدفت قياديين قرب الموصل شمال العراق، اللهم بعض الأنباء غير الرسمية التي تفيد إصابته خلال الغارات، فيما بات ما يشبه اليقين من مقتل الرجل الثاني في الجهاز الأمني للتنظيم ومعاونيه في الغارة. هذه الغارات مكنت التحالف من محاصرة التنظيم في أكثر من مكان، كما مكنت الحكومة العراقية من استعادة جرف الصخر، مما سيحول دون زحف تنظيم داعش إلى بغداد وكربلاء اللتان كان يهدد التنظيم بالزحف نحوهما والسيطرة عليهما. القوات العراقية استعادت أيضا أجزاء كبيرة من بلدة بيجي التي بها أكبر مصفاة للنفط في العراق، حيث تضع القوات العراقية يدها الآن على 50% من البلدة. على صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الغارات الجوية ضد تنظيم داعش أثبتت نجاعتها من حيث تحجيم قدرات التنظيم في إحراز تقدم على الأرض، مما شجع على إرسال نحو 1500 جندي إضافي إلى العراق لمساعدة الحكومة العراقية والقوات الكردية على قتال التنظيم كمرحلة جديدة سبقتها مرحلة أولى تمثلت في تشكيل حكومة عراقية شاملة. وصف رئيس